التحامل اللي كاين دابا على موقع نتائج القرعه ديال امريكا ما كاين حتى في المقاطعات، واللي خرجت لي هذه العباره راه غادي يكون اسعد شخص في العالم وغادي يعيش احلى لحظات في حياته. انا واش كاين؟ جات كبر امريكان، جيت فك القرعه لي انا ويي جبل فاكس رشيد امريكان ويي والميريكان واللي ما عنده الزهر راه غتخرج له للاسف هذه العباره ديال لم يتم اختياره. والا كنتي انت ولا انت كتفرجوا فيا وخرجت لكم هذه العباره ما تقلقوش وما يبقاش فيكم الحال، لانكم ماكم وحدكم، معكم 33 مليون شخص عبر العالم ما نجحوش في هذه القرعه هذه. يعني 33 مليون شخص عبر العالم خرجت لهم نفس العباره لم يتم اختياره، بينما المحظوظين اليوم وصل عددهم المليون شخص تم اختيارهم رسميا للعيش في الولايات المتحده الامريكيه. جيف لا جيف مي فروتس، اعطيني الفاكهه. جيف مي كوفي، جيف مي تي واد ميلك، اعطيني شايا باللبن. تيد ديز اوي، خذ هذا بليز اند فيش اند شيبس شوبس. السنة الماضية شارك أكثر من 300 ألف مغربي ومغربية في هذه القرعة وتم اختيار 4065 شخص، لكن هذه السنة الرقم كان مرتفع ومن المتوقع أن يكون شارك أكثر من نصف مليون مغربي في هذه القرعة. وبقدر ما أنا سعيد بالنسبة للمغاربة اللي تفوقوا في هذه القرعة هذه السنة هذه، بقد ما أنا حزين على الأسباب اللي كتأدب أولادنا وبناتنا أنهم يهاجروا خارج المغرب، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وسواء عبر قوارب الموت. هناك أسباب عديدة ما غندخلوش في التفاصيل، ولكن نقدر نقول على أنه كينقصنا بزاف باقي في هذه البلاد، أو أهم حاجة كتنقصنا هي الثقة والمعقول. البلاد عندها مجموعة من المقومات، المؤهلات الطبيعية، ثروات طبيعية، مجموعة من الحوايج، ولكن للأسف الشديد كينقصها المعقول، كتنقصها السياسات العمومية اللي غادية في اتجاه ونحن غاديين في اتجاه آخر. ما يمكنش تشوف وتزور المغرب مدينة من شماله إلى جنوبه إلا وترى مجموعة من المؤهلات الطبيعية اللي ما كايناش في أي دولة في العالم، وكتقول وكتطرح سؤال بسيط: اش ناقصنا حنا؟ اش ناقصنا؟ عندنا البشر تبارك الله موجود، عندنا المؤهلات الطبيعيه، عندنا الامكانيات، عندنا كل شيء. اذا فين كاين الخلل؟ الخلل طبعا كاين في السياسات العموميه، الخلل كاين في النخب السياسيه، الخلل كاين في غياب استراتيجيه حقيقيه ديال التنميه اللي كتاخذ بعين الاعتبار الانسان وتركز على الانسان. عندنا بزاف ديال الفلوس مشات للاسف الشديد هباء منثورا. الفساد كيكلفنا يا عباد الله اكثر من 5000 مليار في السنه. مجموعه من الصناديق في البلاد تفرغات وتخوات ومشات هباء منثورا دون محاسبة ودون رقيب. إذا علاش هاد الناس يخلوا هاد البلاد هذه اللي فيها مقومات زوينة، فيها الشمس على مدار السنة كاملة، فيها أمطار في الشمال، فيها تبارك الله مناظر رائعة، فيها عيش كريم، فيها بزاف ديال الحوايج، كيخلوها سواء ناس عاديين، سواء أطباء، سواء مهندسين، سواء طبقة متوسطة، وكيهاجروا لبلدان أخرى وكيعرضوا حياتهم للخطر. ما كاينش، كنقولها وكنأكدها، ما كاينش شي مش كيهرب من دار العرس، ولكن للأسف راه كاينين شي وحدين هنايا راه كيخلوك تخرج هاد البلاد هذه. كنقولها وكنأكدها، بلاد عندها مقومات زوينة، عندها ملكية شرعية، عندها استقرار، عندها مؤسسات تبارك الله كبيرة، عندها صيت عالمي، عندها كل شيء عندها، ولكن للأسف قليل اللي يبغى يخدم. حتى الشرفاء والناس النزهة اللي بغاو يخدموا كتلقاهم كيديروا لهم العراقيل. النهار اللي كنقطعوا مع الولاءات، النهار اللي تولي الكفاءة هي اللي كاينة، النهار اللي تولي المصداقية هي اللي كاينة، النهار اللي تولي الشفافية، النهار نديروا ربط المسؤولية بالمحاسبة، النهار نتيكوا الكارطة مزيان وننقوا المجالس وننقوا المؤسسات، كونوا على يقين على أنه هذه البلاد ما غادي يهرب منها حد. يا عباد الله راه من العيب والعار على انه الادمغه ديالنا كتهاجر، الاطباء ديالنا كيهاجروا، المهندسين ديالنا كيهاجروا، الفرامليه ديالنا كيهاجروا، المعلمين ديالنا كيهاجروا، الاساتذه، الناس العاديه. علاش كيهاجروا من هذه البلاد؟ هذه البلاد زوينه وكنبغوها وكنحماقوا عليها كمغاربه، وكنفتخروا بكوننا مغاربه، كنفتخروا بالتاريخ ديالنا اللي يمتد عبر 12 قرن. ولكن للاسف الشديد ملي كتجي دير نظره للواقع راه كتلقى بزاف الحوايج كتبقى في الخاطر. من بين الحوايج اللي كتبقى في الخاطر هو على انه هذا الشيء اللي كنشوفه ملي كتمشي للشمال كتشوف المناظر رائعه لا توجد في اي دوله في العالم، ولكن كتلقى على انه كاين بزاف ديال الحوايج للاسف ناقصه، سواء في الشمال، سواء في الجنوب، سواء في الوسط. خاصنا الله يجازيكم بخير واحد الجلسه ديال التامل، خاصنا واحد كما كنقول فتح حوار وطني حقيقي حول المشاكل الحقيقيه والمعوقات الحقيقيه اللي تعيق هذه البلاد. خاص السياسيين تاهم الله يجازيهم بخير يقعدوا معنا الارض
ويخلقوا الحياه السياسيه. راه حشومه، خاص الاحزاب تقوي ذاتها، خاص الاحزاب تنقي التيران ديالها، خاصها تعتمد على الكفاءات، تعتمد على الاطر، تعتمد على الناس المزيانه سواء كانوا رجال او نساء باش نمشوا لقدام. راه الفساد خرجوا على هذه البلاد هذه، راه الناس المزيانه خرجت على البلاد هذه. الله يجازيكم بخير، راحوا حتى واحد دخلنا الشوارع، نقوا التيران وخلونا ندفعوا بهذه البلاد لقدام مع جلاله الملك. راه الا بقينا بحال هكا راه للاسف الشديد رانا غاديين 197 الف واحد نضاف للبطاله، 3 مليون فاصله 2 ديال الفقراء اللي عندنا، بزاف ديال الحوايج عندنا، مؤشر التنميه نزل. ورأفة بالمواطنين، رأفة بالبلاد ديالنا راه زوينه، ولكن راه البلاد الا ما هزوها الناس ديالها، الا ما هزوها الشرفاء ديالها راه غادي تنهار. تحياتي لكم والسلام عليكم.